في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري بغليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات الكيف المعالج عابرة للحدود، حيث تم توقيف عنصرين من أفراد الشبكة المتكونة من 7 عناصر. جاءت العملية أثناء قيام أفراد الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات للدرك الوطني بودرهيو بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق غرب بودرهيو، أين تم توقيف سيارة سياحية قادمة من غرب الوطن، وأثناء تفتيش السيارة وسائقها تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني تم العثور على كمية من المخدرات بوزن إجمالي 3 كيلوغرام من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل تجاويف باب المركبة، ليتم توقيف المشتبه فيه وتسليمه لمصلحة البحث والتحري بغليزان لمواصلة التحقيق. وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات وتمديد الاختصاص إلى ولايات أخرى وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ودرهيو، أسفر التحقيق عن توقيف شخص آخر، كما تم تحديد هوية 5 عناصر من أفراد الشبكة، 3 في حالة فرار خارج تراب الوطن. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ودرهيو.